يما قرات لي كومونتير تاعكم وقالت لي قالوا لك دير لنا الرشته وما كاش كيفاش يجي المولود وما نديروهاش. يما اللي ما تعرفش طيبها وما تعرفش ديرها راح تخلع عليهم هاد السلام عليكم. جيتكم اليوم بالرشته العاصميه صوص بلونش واحد البنه سهله مهله وبنتها كي العاده الهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي حنديروها نحكموا طنجره والكسكاس اللي حنطيبوا فيهم. في طنجره نديروا مغرف كبيره تاع السمن وكي العاده السمن اللي دائما نستخدموا في الاكلات التقليديه اللي هو سمن روايه في المالح ولا الحلو. ديت منه مغرف كبيره درتها في طنجره زدت عليه كميه صغيره تاع الزيت ونحط عليهم ديريكتومون المراسم تاع الدجاج اللي كنت خيرتهم نحطهم فوق النار نخليهم يتقلاو مليح باش تطلق لي كامل هذاك الدجاج البنه تاعو. بالنسبه للرشته حنديرها غير باللفت على الطريقه الاصليه. بعد ما قليت شويه هذاك الدجاج حكمت حبه بصل تكون كبيره اللي كون سكرفشتها ضفت لهذاك الدجاج زدت لها الملح عود تاع قرفه وشويه فلفل ابيض ولا فلفل كحل كيما حبيتو ونكمل نخليها تقلى فوق النار. هنا حكمت الباكي تاع الرشته من الافضل خيروا نوعيه تكون مليحه ندير فيها شويه تاع الزيت ندخل مليح هذيك الزيت في الرشته ونحطها بجاه. نروح نجيب هنايا حبيبات تاع اللفت يكونوا صغار ونسكرفجوهم في الرقيق راح يعطوا واحد البنه لاصوص تاعنا بزاف هايله ونضيفها للطنجره ونخليهم يتقلاو كامل هكذا شويه. بعدها نجي انا ما درتش الحميصه في الاول خاطش عندي حميصه طايبه حنضيفها في الاخر. هنا كيما راكم تشوفوا درت كميه تكون مليحه تاع الماء سخون ندير الرشته تاعي تفور التفويره الاولى. بعد ما تفور نجي نحط هذوك الحبات تاع اللفت كاين اللي يضيفوا القرعه وكاين اللي ما يديروهاش وانا كيما راكم تشوفوا هنايا درت كميه تكون مليحه تاع اللفت. بعد ما فارت التفويره الاولى نجي نحطها في جفنه ندير عليها كاس تاع الماء يكون فيه شويه تاع الملح ندخل مليح هذاك الماء بهذه الطريقه ونعاود نحطها في الكسكاس باش نديرها تفور التفويره الثانيه. نحطها ديريكتومون فوق المرقه بعدها غير تفور التفويره الثانيه نحيها ونحطها ديريكتومون في الجفنه. بصح هذه الخطره رايح نسقيها ماشي بالماء راح نسقيها بالمرقه نسقيها بواحد زوج غرارف تاع المرقه تقدروا تروحوا حتى لثلاثه باش ما تجيكمش صامطه وتجيكم بنينه. هنا نعاود ندخل مليح هذيك المرقه في الرشته ونجي نديرها تفور التفويره الاخرانيه واللي هي الثالثه. بعد ما تفور ديريكتومون نحكم المارغرين مغرف كبيره انا استخدمت هذه تاع فيتادور اللي درت منها مغرف كبيره في غيسيبيون كان فيه شويه تاع المرقه لازم تكون سخونه ندوبوا برك شويه هذيك المارغرين وندخلوها مليح في هذيك الرشته. بعد ما طاب كلش نحي كل الخضره كي الدجاج. انا في الاخر نحب ندير هذه العمليه تاع الميكسي كلش معناتها لازم تكونوا نحيتوا الحميصه والخضره والدجاج. انا رشته ضروريه لازم نرشها بشويه تاع المزهر نستف هنايا كامل هذاك اللفت مع الحميصه والدجاج حمرته غير شويه وتقدموها بهذه الطريقه وبصحتكم وصحه مولودكم.